السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم يا احلى واجمل متابعين واخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير كلكم وبصحة وسعادة يا رب العالمين. مساء السكر، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم. اهم حاجة في الفيديو دوت تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتحطوا له اللايك بتاعي منكم فضلا وليس امرا. ولو اول مرة تتفرج عليا جديد اتمنى تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنزله وهنزله ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا ما نزلتش بقالي اسبوع اي حاجه خالص، يعني النهارده 7 يوم بالظبط ان انا ما نزلتش اي حاجه على القناه. بس بعتذر لكم كلكم ان انا ما نزلتش اي حاجه الاسبوع دوت. يعني انا خلصت امتحانات يوم التلات. كنت طبعا قايله ان انا هخلص الامتحانات وهعمل لكم بقى فيديوهات بقى وكده، ويعني ايه، يعني هننتظم بقى في الفيديوهات كل يوم فيديو ولا كده كده يا زي ما احنا كنا شغالين. خلصت بقى اول يوم اخر يوم في الامتحانات، معلش، كان يوم التلات. رحت عند عمي، قالوا ان هو تعبان. رحت عشان ازوره بقى وكده ونشوفه يعني وكده، خلاص انا اخدت الاجازة وكده. ما فيش يا جماعة والله العظيم، في نفس اليوم اللي رحت فيه اتوفى. فادعوا له بالرحمة وبالمغفرة ويجعله من اهل الجنة يا رب. هو عمي اخو بابايا على طول، الكبير بتاعهم يعني. فكان بالنسبة لي اب ويا عم وكل حاجة، يعني كان بالنسبة لي كل حاجة والله. الله يرحمه يا رب. طبعا الفيديو دوت متسجل من قبلها، يعني كان قبلها كده بيومين. قبل ما اخد الاجازه بيومين كنت عامله الفيديو دوت، قلت ايه، خليه احتياطي معايا يعني. والله العظيم ولا كنت اعرف ايه اللي هيحصل ولا كنت اعرف ايه اللي بعد كده، بس قلت ايه، انا هعمل الفيديو دوت واخليه معايا، ممكن يحصل حاجه ولا كده، ولا ممكن انزل البلد مبقاش معايا فيديوهات فهيبقى معايا. فيعني هي جت كده بقى، يعني الفيديو دوت معمول قبل ما يحصل اي حاجة، وكان لسه اصلا قدامي يومين عم خلص الامتحان كمان. فبس دوت اللي كان مأخرنا عليكم ومكانش بيخليني انزل فيديوهات وكده. اهم حاجه بقى كده يا جماعه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتحطوا لي اللايك بتاعي منكم فضلا وليس امرا. طبعا في الفيديو دوت عملت كده ايه، شويه فلفل. زي ما انتوا عارفين ان الهريسه بتاعه الفلفل ديت حاجه اساسيه عندنا في البيت. يعني بقى بنحطها على الاكل، اللي هو اكل مثلا تقليه ولا تسبيكه ولا اي حاجه، وبنحطها برضو مثلا لو جايين نعمل برنجان بنحطها عليه والحاجات دي كلها. يعني الهريسه بتاعه الفلفل ديت يعني حاجه مقدسه عندنا كده. فانا عملت شويه الفلفل دول، فلفل بقى اخضر على فلفل احمر، يعني مش شرط يعني. وهحط بقى عليهم شويه توم. كان في شوية توم كده عندنا، وطبعا التوم اللي بيجي على كده على اخر السنة بيزرع. فاحنا بقى نضفناه وهنحط كده منه شوية على الفلفل او الهريسة يعني. وهنحط شوية ملح وهنضربهم كده في الكبة. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا بصراحة كنت، يعني على ما اعتقد يعني ان انا كنت عملته معاكم الفيديو دوت قبل كده. وبعد بقى ما بنخلص الفلفل وكده وبنضربه كده وبيبقى هريسة، فبنحطه بقى كده في علب او في اي حاجة موجودة عندك. وبعد كده بتحط عليه بقى شوية زيت عشان ما يعفنش. يعني الزيت بيمنع العفن وكده، واحنا بنحط عليه هو بصوا معلقتين بس كده عشان ما يعفنش لو هو هيطول معاكي وكده. وتقوم حاطاه في التلاجة عادي خالص ومفيش اي مشكلة، ولما تحتاجي هتطلعيه. فاحنا قلنا ايه، الفلفل يعني كان غالي اليومين دول، فقلنا احنا هنجيب شوية وهنعملهم كده هريسة عشان لو احتاجناهم. وغير كده كمان يعني ايه، لو فضلوا ولا كده بيعفنوا وبيبوظوا، وكمان ما بنستعملهمش كلهم. انتوا فاهمين ازاي؟ فقلنا هنستفاد منهم بقى ويبقوا موجودين على طول. فكان في فاضل كده شوية توم، قلنا برضو بدل ما يزرع ويبوظ هنضربه برضو في الكبة. طبعا لو احتاجنا مثلا تقلية او تسبيكة او اي حاجة من دي خالص بنطلع بقى كده من الفريزر. وطبعا التوم دوت بيبقى برضو معمول زي الهريسة بالظبط، معمول في الكبة، مضروب في الكبة كده. وبتطلعيه بقى مثلا في علب، في اكياس اللي هي بتاعة اللبن اللي هي البيضة ديت الموجودة عندك، يعني بتغلفيه فيه. واول لما تحتاجي مثلا معلقة 2 3 10 بتطلعي بقى. احنا هنحط كل دوت في الفريزر. يعني الفلفل والثوم هنحطهم في الفريزر لان كان موجود وكده، بس انا قلت دوت هيبقى خزين يعني وكده موجود في البيت. يعني محدش عارف بقى ايه اللي هيحصل تاني، فيبقوا ايه، موجودين في البيت.
وغير كده كمان الفلفل يعني كان جه على ايام وكان ب40 جنيه، فهنخزنهم كده عشان يبقوا موجودين. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت فلفل وحطيت حطيت الفلفل وحطيت الملح وحطيت الثوم وضربته وطلع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معلش بقى يا جماعه اعذروني في الفيديو دوت، والله العظيم ما عارفه اقول كلمتين على بعض خالص. معلش بقى ان شاء الله كل الايام يعني الاسبوع اللي انا ما نزلتش في اي حاجه دوت هنعوضه الايام الجايه ان شاء الله. عملت بقى هنا الهريسه هيعملوا معايا علبتين. قلت بقى طبعا بدل ما نسيب التوم هيزرع وهيعفن، فهضربهم برضو بالكبة كده بالمرة علشان ايه يبقوا موجودين وما يبوظوش، لان اليومين دول التوم بيزرع، يعني بيبقى يجي كده على اخر السنة وتلاقي التوم دوت بيزرع، ولو قشرتيه بقى كده بتحس ان هو جواه فاضي اصلا. فالفترة بقى اللي فاتت ديت ماما بقى كانت كل ما تيجي مثلا تخلص بقى شغل البيت وتبقى فاضية وكده تلاقيها قاعدة كده مع نفسها عمالة تقشر في الثوم، ولحد دلوقتي لسه في توم يعني. بس هي كانت بقى بتقشر في الثوم، والله العظيم الواحد ما كان يعرف هو ايه اللي هيحصل، يعني ما حدش يعرف ايه اللي هيحصل بكرة ولا كمان بعد ساعة ولا كده. فتلاقيها مجهزة الاكل والدنيا تمام في البيت ومفيش حاجة خالص، والدنيا يعني فل الفل مفيش اي حاجة تتعمل، واللي هي عمالة بقى بتحضر في حاجات انا مش عارفة هي كانت بتحضر ليها ليه اصلا. فالحمد لله يعني هي جت كده، يعني احنا كنا طابخين طبيخ ليومين ومكناش نعرف اي حاجة، وكان البيت كان تمام ومفيش اي حاجة خالص، وجالنا الخبر بقى كده. احنا طبعا رايحين على اساس ان هو تعبان وهنزوره، وكنت بقول كمان ان انا هروح له يوم الخميس لان الاجازة كانت يوم التلات ورحت له يوم التلات، فقلت هروح يوم الخميس يوم الجمعة هشوفه وهاجي تاني في نفس اليوم او هبات، يعني بكتير قوي هبات يوم. فاول لما رحت مفيش بقى بعدها يجي بساعة، هي ساعة بالظبط. خلاص، يعني الله يرحمه بقى. ادعوا له يا جماعة بالرحمة وبالمغفرة ويجعله من اهل الجنة يا رب. هنا بقى كنت خلاص خلصت التوم. طبعا عمل معايا علبتين زي ما انتوا شايفين كده، والهريسة برضه هتعمل معايا علبتين. التوم ما حطيتلوش زيت ولا اي حاجة، لكن من الهريسة هحط لها، بس انا ما حطيتلهاش يعني معاكم، بس هحط لها يعني في الاخر كده هحط لها يجي حوالي معلقة من الزيت، عشان مثلا لو سيبناه بره ولا حاجة ولا حتى في التلاجة ما يجرالوش اي حاجة، ابقي سايباه كده وانت مطمنة يعني ان هو مش هيجراله اي حاجة خالص. ده اول برطمان ولسه هنعمل بقى البرطمان التاني. استنوا بقى كده منه فيديوهات الجاية ان شاء الله فيديوهات الايام الجاية ان شاء الله، وان شاء الله يعني هنرجع زي الاول واحسن كمان، ومش هسيبكم ولا يوم، واستنوا منه فيديو جديد او روتين جديد، واستودعكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.